الحبايب اللي بتشوفنا على اليوتيوب، يا ريت تشرفونا في يوم السيد الطيب. والفيديوهات اللي جايه هتكون احلى من العادة بكتير. يا ريت كده مع بعض كده، اشتراكات كده في القناه وتفعيلات الجرس ولايك منكم جميل كده. طبعا الصيف عدى. الصيف لا الصيف احنا كده اهلا وسهلا. الشتاء عدى ودي بقت هدوم الصيف كليتها. يعني بحب اهتم بيها كده واغلفها واحط فيها المعطر بتاعها وكل حاجه حاجتها فيها، علشان نعيشنا يعني للسنه الجايه ربنا ما يجيبش حاجه وحشه نطلعها. يعني كل حاجه، يعني الطقم اللي بتلبس لبه واحده بس وبتركن، مش بلبسها تاني. هنتابع مع بعض بقى الفيديو. دي طبعا بقى الشنطه اهي مجهزها عامله زي بتاعه السوق دي كل الهدوم اهي. لازم كل حاجه تترص وتتعامل كده بنظام يا جماعه. ده الباض اللي الحبايب بيقولوا ده، طيب انت بتطلع في دوت لايف على طول. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون احلى من العدد بكتير. انا فرش كيس يا جماعه على الارض، لازم فرش كيس على الارض اهو عشان ما حدش يقول ده انت بترمي الهدوم بتتعفر على الارضيه او كده. لا الفرش فرش كيس يا جماعه. كيس من اللي هنا واقع ده، هو شفاف يعني. كيس شفاف اللي هو بتاع السفره دي، يعني المتر واحد بس بسم الله ما شاء الله يفتح معاك يعني جد سفرتين ولا حاجه. دي طبعا بقى الحاجه هي لسه في هدوم تحت في دلفة الدولاب يا جماعه، بس يعني قلت ارد دلوقتي عشان لسه في كتير تحت. الكيس دوت متغلف كده لازم يتعبى كتير في الهدوم اللي هي بتاعت الشتوي اللي عدى يا جماعه. تسمي الكيس حلو عشان يبقى واسع معانا. الاكياس دي حلوه يا جماعه، ديت بيتحط فيها بطاطين، بيتحط فيها اي لحفه، بيتحط فيها كل حاجه. يعني مش للهدوم بس. يعني مثلا لو الشنطه بتاعت اللحاف مش موجوده او اي حاجه للبطاطين مش موجوده، بنقوم حاطط البطاطين في الكاس دي. الهدوم ديت مغسوله ونضيفه جاهزه يا جماعه على التطبيق على طول. على التطبيق كل حاجه، يعني في حاجه بنظام. طبعا نسيت بقى اوريكم كاسه الشاي. الواحد في الشغل من غير شاي مش هيسلك يا جماعه. لازم اللي يطبق الحاجه يطبقها بنظام، عشان المعطر لما تحطها ما يروحش منك يمين ولا شمال. كور صغيره كده عامله زي بتاعت المعطرات اللي هي بتاعت البطاطين يا جماعه. الباص دوت يا جماعه دوت، يعني دي وش الخير عليا دي. دي بتدفي بقى رقبه الواحد كده في الشتاء، اكنك الواحد لابس بطانيه. لازم يا جماعه تطبقوا الهدوم ديت كده يعني لو اي حد عنده هدوم او اي حاجه شخصيه خاصه ليه، يعني لازم يهتم بيها. ليه؟ هتحافظ عليها هتلاقيها بعد كده. الواحد من صغره هو بيحب التطبيق ده يا جماعه. الواحد من صغره هو بيحب التطبيق ده. الحبايب بتبقى تقول عايزين نعمل صفحه وكده. يا ريت كل واحد فيكم يعمل له صفحه، الصفحه هتنفعه قدام اما بعد، بس ما حدش يستعجل على حاجه. الواحد في التطبيق هندسي، مهندس في التطبيق. متعودين على كده يا جماعه، انا اصلا شغال في مجهى تطبيق وكده، وفرد قماش وبس وحاجات من دي.
طول النهار بيبقى في ايدينا فنيات تطبيق، وفي ايدينا تجميعات وتعبيات اكياس وتحميلات وحاجات من دي. الطيب في اي حته منور صاحب المصنع. دي بقى الترنجات يا جماعه، بسم الله ما شاء الله يعني. الواحد بيلبسها كده لابس بطانيه وبيطلع بيها يروح مشوار. اي حد يحافظ على حتى الاسعار غاليه في المحلات والدنيا مش حلوه. يعني عشان الواحد يروح يجيب طقم مثلا صيف او شتوي هتلاقيه معدي 500 600 جنيه. يبقى لما تحافظ على اللدغم اللي عندك او على اي حاجه هتسندك قدام، وتجيب جديد برضك عادي مفيش مشاكل. كل حاجه بنظام يا جماعه. الهدوم ديت مغسوله جاهزه. يا ريت محدش ينسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اللي جاي هيكون احلى من اللي عدى بكتير. بعدين النهارده الجمعه يعني احنا قاعدين على وقتها بقى كده ايه. دي خلصنا اول بس بقت الانصاص التانية والهدوم التانية. يعني الكيس دوت تانية. الكيس دي يا جماعة عن تانية ومطبق في كل حاجة وعامل في كل حاجة. يعني ايه الكيس بدل ما تكون مكون من الهدوم كلها هنا، لا بدون انت ايه مطبق التطبيق. هتطبق معاك كده هتظبط معاك في الكيس. اه حاجة يعني مسطرة من الآخر. لازم ان انت ايه تشغل دماغك كده وتبقى في كل حاجة بنظام. مش ان انت مثلا تقوم معانا النتورك ديت كلها وتعد كل هيك لا. بس انا بقى مش هعرف اقفل الكيس كمان خالص الوقت عشان لسه في تاني تحت. وهشوف الحاجات اللي هتتعان ايه والحاجات اللي انا هستخدمها ايه في الصيف ده. وغير كده كمان بتحط فيها معطر وحاجات علشان تحافظ على الهدوم بتاعتك وتحافظ على كل حاجة. تبقى الهدوم لها ريحة حلوة كده وايه. مش الهدوم تتعاب في الكيس ودي بلاستيك. يعني الهدوم مش تتعبى في الكيس وغير كده تكون رابط الكيس وسايبة كده من غير برفان هدوم ولا حاجات من دي ولا معطر ولا الكلام ده لا. املاها معطر عشان الهدوم تفضل معاك في الكيس ريحتها حلوه. مش اللي انت خلاص يعني بقت الهدوم تقوم معبي كلها فوق مره كده وتعجن عامل زي بتعجن في عيش غله او في عبيز او لا. لازم تكون حاجه بنظام. هو الكيس يا جماعه لسه فيه عايز برضه كمان وعايز حاجات كتير. ويا ريت محدش ينسانا كده في التعليقات وان شاء الله القناه بتاعتنا هتوصل بيكم. بالنسبة للناس اللي عمالة بتبقى تسأل لي تقول لا طيب انت بتعمل شيف في المصنع ليه؟ طبعا هو محدش عارف انا بعمل شيف ايه ولا ايه. ده كاتل يا جماعة هناك ودنيتي حلوة وهناك نسكافيه وينسوني وجرفة والدنيا حلوة. وبعدين كل واحد مسؤول عن نفسه. قالوا أهل زمان ذو الأصل الطيب حتى لو في عدوته خبيث، وقليل الأصل حتى لو في عدوته شريف. احذر العقرب الذي لا تضرب في يوم من الأيام، لأنه يغير الزمان لا يصبح حمامة سلام. احنا مش مغفلين ولا حاجة. احنا كنا بنعدي بمزاجنا علشان كده باقيين عليكم وانت ما كنتش تستاهل. زمان كنا شايلين الأرقام على التليفونات عشان نطمن على بعض ونتصل على بعض بيها، لكن حاطينها منظر للمصلحة. أما بجد عجيبة زمان وقت المصلحة الناس بتبكي كلها حبايب. خلصت الكل غايب. اصحى وبلاش تترسم يا صاحبي معروف تمامك بالجاي. معبينا طاقات في الخزن والضرب جال في المليان. اوزن عقلك على الميزان ده كل نوع له ثمن. يا ريت محدش ينسى الاشتراك وتفعيل في القناة بتاعتنا يا جماعة. بقى دلوقتي الكيس بقى خلاص هيبقى كده متطبق ونظبط الدنيا مع بعض كده برضه. يا ريت يا ريت اللي بيشوفنا كده في القناة محدش ينسى الاشتراك والتفعيل للجرس. ان شاء الله اللي جاي هيكون احلى من اللي عدى بكتير. يا ريت تتابعونا كده صفحة الشاعر الصاد الطيب على كواي برضه على التيك توك وعلى اليوتيوب برضه. يلا باي بقى محدش ينسى الاشتراك في القناة.